متأخرا. نحن معكم مع مباراة دولية ودية تحضيرية بين الجارين المغرب وتونس، مباراة تلعب في ملعب مراكش. كرة في المخالفة، يقول حكم اللقاء لصالح عزيز بوادوس. التشكيلة المغربية في هذه المباراة، الكرة المغربية التي مع مرور الأزمنة سواء المغربية والتونسية بفضل الأجيال المتعاقبة التي لعبت في أفضل النوادي في أوروبا، وبفضل الأجيال التي لعبت في الرجاء والوداد ولكن ليست غفيرة بشكل كبير جدا. أي نعم، نحن في وسط أسبوع يعني في المغرب، لسنا في ويكند أو في عطلة نهاية أسبوع، ربما هذا وسبب قلة الجماهير. جعلوا نبيل درار مباشرة لرفيقه مادي كارسيلا، والحكم يقول خطأ للمنتخب المغربي ولصالح مباراة. لمسة يد هنا، قال حكم المباراة الإصابة. كارسيلا يخرج الآن. الفتح، الكرات البينية، البحث عن يوسف النصيري، يستفيد من خطأ ارتكبه ديلان برون. مغربية من هناك على الجهة اليسرى لصالح القائد مبارك بوسوفة، يستفيد من خطأ آخر. يقول حكم اللقاء اللي هي أول بطاقة صفراء، أول إنذار شفوي، لا أريد احتكاك، هي مباراة ودية، أنتم جيران. نعم، ممكن أي واحد يخطئ، ممكن أي واحد يرتكب خطأ على أي واحد، لكن ميدان لاري العزوني مع محمد لامين بن عمر، حمزة الأحمر، نعيم السليتي، كريم العريبي اللي يلعب في نادي تشيزين الإيطالي، وحمزة يونس رأس الحربة. 10 مباراة له، أول أهدافه سجلها أول الأهداف الدولية سجلها ضد مرماه برأسية باغت بها الحارس فاروق بن مصطفى. طبعا سنشهد تغييرات كثيرة في الأوقات في هذا الشوط الثاني من المباراة حتى يتمكن إيرفي رونار وهنري كاسبر جاك من معاينة ومشاهدة عدد كبير من اللاعبين. الموعد القادم سيكون بعد شهرين من الآن عند نهاية المواسم الكروية في مختلف الدوريات في أوروبا، مع مباراة ودية يأخذها. طبعا تقريبا مباراتين وديتين سيأخذوا مع المنتخب المغربي، لأن نتائج مع المنتخب الكاميروني لن تحسب في تصفيات كأس أفريقيا، لأنه منتخب متأهل مباشرة للنهائيات باعتباره بلد منظم، وبالتالي سيكون المنتخب المغربي على موعد مع مباراتين وديتين قويتين أخريتين أمامه في زيارة مجاملة كما وصفها المغرب، الذي قد يعوض كينيا وينظم نهائيات بطولة أفريقيا لمشجعة الرجل التونسي. فجر يستفيد من خطأ هنا، يقول حكم المباراة. بعد هذا تدخل، تغطية رائعة جدا من قبل والانطلاقة من سفيان مبارك مرابط غانم سايس وجواد العميق، كرة ممتازة نصيري إلى الكرة هذه من قبل يوسف النصيري. حكم المباراة أمام فاروق بن مصطفى البطاقة الصفراء، أدنى شيء يخرجها حكم اللقاء السنغالي في هذه اللعبة. وصل متأخرا الحارس يوسف النصيري، كان متميز، رمى رجله اليسرى فضرب فيه الحارس بن مصطفى، خطأ على خط 18 متر. يقول حكم المباراة السنغالي إساسي لصالح منتخب المغرب، وفرصة ثمينة لإضافة هدف ثاني على خط 18 متر. المخالفة، البطاقة الصفراء نعم مستحقة لفاروق بن مصطفى في هذه الكرة الرائعة جدا. لم يتردد الحكم السنغالي في الإعلان عن الخطأ أولا، ولم يتردد أيضا في إخراج البطاقة الصفراء في وجه فاروق بن مصطفى الحارس التونسي. أتمنى سلامات بالنسبة ليوسف النصيري بعد هذا التدخل، بعد هذا الوصول المتأخر للحارس في هذا التدخل. تمريرة كانت رائعة هنا، يوسف رمى رجله اليسرى خارج منطقة العملية. طبعا التدخل هنا، لكن الخطأ لا غبار عليه، والبطاقة الصفراء أيضا لا غبار عليها، لأنه اللاعب الحارس اصطدم بالمهاجم ورفع رجله. يوسف النصيري يغادر مصاب، إن شاء الله سلامات، مهاجم نادي مالاغا في الكرة هذه الماضية.
بن يوسف لاعب نادي الترجي التونسي خد مكانه وكذلك مهاجم. جاء فجر، ترجع له فجر مرة ثانية. هايلة من التشكيلة الأولى. كراديف اللي يلعب أيضا مباراتين وديتين، فاز على جمهورية إفريقيا الوسطى والجابون وفاز عليهما بهدفين مقابل هدف واحد، نفس النتيجة طبعا. هنا الكرة في اتجاه فخر الدين بن يوسف، لاعب نادي الترجي الذي ارتكب بعيدة بن نبيل بحثا عن اللاعب الوليد عزارو الذي يستفيد من خطأ بطاقة صفراء. يقول حكم المباراة على سيام بن يوسف بعد هذا الاعتراض الواضح الثانية لعناصر المنتخب التونسي بعد بن مصطفى حارس اللي تلقاها منذ حين. ترى تدخله من امام يوسف النصيري اللي خرج وتيحت المنتخب المغربي 3 أو 4 فرص سانحه للتهديد بين الشوطين الاول والثاني. هنا خطا اخر وبطاقه صفراء لفخر الدين بن يوسف. جماهير المغربيه متجاوبه، منتخب بلادها في هذه اللحظات تجاوب مع هذا النسق المرتفع وهذه الفرص التي اتيحت. هنا الخطا واضح من فخر الدين. لا 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 يا محمد لامين، لا لا يا محمد لامين بن عمر، لا لا لا. انا شفت اعتقد بانه اعتديت بلكمه او مش عارف، ان شاء الله انا مخطئ. امام عبد الاله الحفيظي ليس هنا. اوكي ليست عنيفه ولا خشنه ولكن لا تليق، حركه لا تليق محمد لامين بن عمر، لاعب متميز، لاعب نادي النجم الساحلي. محمد لامين بن عمر امام الصغير عبد الاله الحفيظي. طبعا هذه اللقطات الزايده شوف قد يطردك. ان شاء الله يكتفي فقط بالبطاقه الصفراء حتى تكمل المباراه 11-11 وليس 10-11. يلا محمد لامين بن عمر يتلقى البطاقه الصفراء على تصرفه منذ حين من امام عبد الاله الحفيظي. نعم لم تكن فيها لا عنف ولا خشونه ولكن كان يمكن ان تكون فيها اهانه، ممكن يعني في حركات رياضيه نفضل الخشونه والعنف على حركات رياضيه او كلام بذيء او نتكلم بصفه عامه يعني يكون تاثيرها على الخصم اكثر فاكثر. بالكره كل شيء يجوز حتى ولو كان فيه تدخل خشن وقوي، بالكره عادي يعني التنافس على الكره، اما من دون كره الكل يعرف بانه من دون كره لا يجوز اي شيء. هنا هيرفي رونار يحتج على الحكم السنغالي على ماذا؟ يطلب البطاقه الحمراء يقول بان فيها اعتداء، ولكن يا هيرفي اذا الحكم لم يشاهد، اذا لم يشاهد الحكم كيف يعرف؟ أنت شاهدتها ممكن وإحنا شاهدناها بالإعادة، ولكن أنت لم تشاهدها، وبالتالي الحكم معك عيسى سي بأدب وباحترام يهدئك. أرجو أن تهدأ أنت كالمنتخب المغربي. سندخل 10 دقائق الأخيرة الآن مشاهدي الأفاضل من عمر هذه المباراة. هدف للصفر دائما للمغرب أمام تروح من هناك في اتجاه عزيز بوادوس. نبيل درار الكرة تمشي. أوه لا 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 من الخلف، لا خلف، لا نرفزت جميع اللاعبين التوانسه في هذه المباراه. هنا التدخل كان خشن من اسامه الحدادي من الخلف مدافع نادي ديجون، صار متاخر. الكور وتوزيعه رائعه حفيظي كاد يلحق على